بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بحضراتكم، اسعد بلقائكم اليوم في حلقه جديده من 30 عقده الجربر في 30 يوم من رمضان. جالنا سؤال بيقول: وانا بعشق الماركر ينفع ادي قطعه معينه بلوك او بفر؟ طيب، يمكن كنا احنا شرحنا البلوك والبفر على قناه اليوتيوب، موجود الفيديو تقدروا ترجعوا له على قناه اليوتيوب اهو. ازاي اعمل جدول للبلوك والبفر مسبقا قبل ما اروح اعشق الماركر اهو. اسهل طريقه لعمل البلوك والبفر موجود على القناه، تقدروا تطلعوا عليه وتتفرجوا عليه بسهوله جدا. ولكن السؤال هنا بقى، ما هو انا لو كنت عامل الجدول ده قبل ما اروح اعمل ماركر مش هسال السؤال ده، لكن انا ما عملتش ورحت لاي ماركر موجود عندي عايز اديله بلوك او بفر، هفتح الماركر ده عادي جدا اهو. وانا جوه الماركر حسيت ان في قطع، احنا دايما بنقول ان البلوك والبفر دي ميزه جميله يحبها المقص دار بتاعنا ويكرهها صاحب المصنع لانها بتزود في الانتاج. ولكن انا بديله براح. ايه الفرق بين البلوك والبفر؟ البلوك ان انا برسم حوالين القطعه خط داير بحجم القطعه، والبفر ان انا بسيب فراغ حوالين القطعه بنفس القصه. هنشوف الاتنين مع بعض لما اجي هنا افتح الماركر. ادي الماركر بتاعي في قطعه معينه عايز اديها بلوك او بفر، مثلا زي دي. خليني اوريكم قطعه يبقى في مساحه عشان ما نعيدش تعشيق الماركر، مثلا وليكن اهو. القطعتين الصغيرين دول هاجي هنا من سيكشن البيس، عندي هنا بلوك وبفر، ادوس على اوفر رايت ويقول لي هنا جيربر بيكلمني سيلكت بيس، اختار القطعه، اقول له القطعه دي. هيفتح لي الجدول بيقول لي انت عايز تدي البلوك او البفر. خلينا نبدا بالبفر الاول وبعد كده ندي البلوك. طيب انت عايز تدي البفر. عندي هنا ليفت وتوب ورايت وبوتوم، احنا طبعا شرحنا الكلام ده قبل كده، قلنا من فوق يبقى التوب، من تحت البوتوم، يمين رايت شمال ليفت. اوكي، هنا لو انت عايز تدي حوالين القطعه كامله هقول له اول، هنا اقول له بوينت 2 مللي اهو. اوتوماتيك كتب لي في كل الخانات 2 مللي واقول له اوكي. بصوا القطعه خدت لون مخالف اهو، عشقها كده. هو رسم لي او ساب لي فراغ حواليها 2 مللي. انت هنا هتشوفها كده لكن في الطباعه غير كده خالص. طيب تعالوا ندي لدي بقى. نيجي هنا نقول له تعالى في البيس اديني هنا اوفر رايت. خلاص اختار القطعه بتاعتي، هقول له لا دي هنديها بلوك. قد ايه؟ 3 مللي. ارسم لي داير حواليها 3 مللي. اوكي، خدت شكل مختلف اهو. هجيب دي كده، لما هاجي اتفرج على القطعتين دول في الطباعه دلوقتي بقى اهم اهم. او خلينا نجيبهم هنا في الوسع كده اهو، ما دام عندي فراغ يساعدني اهو. خلاص يبقى دي ودي كده، وهقول له هنا سيف. سيفت ماركري كده، وممكن من وانا جوه كده اقول له سيند تو بلوتر، ابعت على الطباعه اهو. وانا جوه الماركر من هنا افتح الايقونه بتاعت سيند تو بلوتر واقول له هنا بروسيس. اروح افتح بقى الماركر بتاعي على برنامج البلوتر. هات لي الماركر اللي انا لسه عامله، تعالى لي في الاخر. بصوا ادي البلوك رسم لي قطع داير حواليها. انت في الماركر شايف الاتنين داخلين في بعض، لكن هو هنا رسم داير. انت هتقص طبعا على اللي جوه. البفر هو بيسيب لك الفراغ حواليها اهو، ساب 3 مللي من هنا و3 مللي من هنا و3 مللي من هنا، ما لزقهمش في بعض. في الماركر هتلاقيهم لازقين في الخط بالظبط اهو. ده البفر. يعني معظم الناس دايما بتحب البفر شويه عشان ما يتلخبطش ان خطين حوالين بعض. بالتوفيق، شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.